النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض على برنامج السينما 4 دي والفوتوشوب. ازاي ان انت تعمل برودكت ديزاين تقدر تستخدمه في تصميمات السوشيال ميديا او في اي شغل تاني انت عايزه. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ معكم احمد حكيم وهي حلقة جديدة من حكيم ستيشن. طيب احنا احيانا بنبقى عايزين مثلا نصمم حاجة للسوشيال ميديا وما بنلاقيش الصورة، سواء يعني المنتج نفسه ممكن ما نلاقيلوش صور كويسة بجودة عالية او ما نلاقيش زاوية التصوير اللي احنا محتاجينها مثلا. فبنضطر في الحالة دي ان احنا نعمل له موديلنج على ال 3 دي. طيب انا عندي هنا اول حاجة عملتها، يعني احنا هناخد مثال معانا علبة عصير البرتقال دي. فعندنا هنا اول حاجة جمعتها اللي هي الريفرنس، وفي تكتشرز ممكن اشتغل بيها لجسم البرتقانة وللبرتقانة من جوه الكلام ده، وهنشوف ده مع بعض. وعندنا هنا لوجو افتراضي مثلا زي اللوجو بتاع جهينة. بس خلينا اول حاجة قبل ما نبدأ نشتغل على برنامج ال 3 دي نحط تخيل كده لشكل البوستر بتاعنا هيكون ازاي، عشان ما تبقاش داخل وبتعمل موديلنج وتايه ومش عارف تبدأ فين او تروح فين. طيب ده احنا عايزين نحط هنا مثلا تصور مبدئي للبرودكت بتاعنا. مش لازم تكون بتعرف ترسم، يعني ممكن بس تحط خطوط عريضة ان شاء الله على ورق عندك وسكتش وكده. تحط بس تصور لتوزيع العناصر عندك. هقول له انا عايز هنا مثلا علبة العصير بتاعتي تبقى في الجزء ده شكلها كده مثلا. نعمل الغطاء بتاعها اللي هو الدائري بالشكل ده، وعندي هنا جنبها مثلا كوباية العصير، وفي عندي ممكن يكون هنا في برتقانة، وفي عندي هنا برضو ممكن اعمل نص برتقانة، وهنا مثلا العصير عندي لحد الجزء ده. يعني نفترض ان هو جهينة او اي حاجة تانية. طيب انا بالشكل ده حطيت تخيل مبدئي، يعني مش لازم التزم به 100%، بس على الاقل عشان وانا شغال يبقى الصورة ذهنيا حاضرة في دماغي. ممكن مثلا اقسم كده، احط جريد وهمية ان انا اقسم كده الصورة بتاعتي، اشوف ايه البوينت اوف انترست او الحاجة محطوطة في مركز الاهتمام فين. يعني مثلا احنا عارفين ان نقاط التقاطع دي تبقى اكتر حاجة بتركز فيها عين المشاهد، فممكن الاقي ان انا عايز ادخل بعلبة اللبن دي تبقى مثلا يمين شوية، او انها تبقى في السنتر هنا. سوري، علبة العصير. مثلا اللوجو هنا ممكن انزل بيه شوية اخليها على عنصر تقاطع. المهم يعني دي حاجات انت ايه بس بتنسق بها الصورة ذهنيا قبل ما تبدأ موديلنج. اتكلمنا كتير، يلا بينا نخش على السينما 4 دي. طيب بفتح البرنامج معايا. اول حاجة عايز انزل بلين، وهقول له خليه باص لفوق كده في اتجاه الزد، وهحط عليه الريفرنس بتاعتي. يعني ممكن الصورة دي نستخدمها كريفرنس، فهسحبها كده على طول على السينما 4 دي وهرميها كده، نخلينا نطلع بيها لفوق شوية. طيب خلينا نروح على السلوت طبعا اللي اتعملت بتاعت الماتيريال دي. دبل كليك كده عشان وانت شغال كده الريفرنس، بص هتلاقي فيه لمعة كده وجودة الصورة مش كويسة، فانت عايز تشوفها بشكل كويس، خصوصا بقى الحاجات اللي هي بتبقى فيها تفاصيل، مثلا لو انت بتعمل في روبوت ولا في جهاز وفي تفاصيل كتير. هنا العلبة عندنا مفيهاش تفاصيل كتير، بس احنا محتاجين نلغي الريفليكشنز ومحتاجين نزود الجودة بتاعتها. هنروح على الاديتور وهنقول له خلي التكتشر بريفيو سايز مثلا خليها 1K، يعني خليها 1024 في 1024. بص تلاقي جودة الصورة كده ظبطت، ونقفل الكلام ده ونبدأ عملية الموديلنج. طبعا أقرب شكل للكلام ده هو الكيوب. هناخد الكيوب ده وهنقول له اطلع لي فوق كده، وهنشوف الابعاد بتاعته بس عشان الدنيا ايه ما تكبرش مننا. يعني خلينا اولا نشوف البلين ده. البلين ده 400 في 400 طبعا كبير جدا، خليه 100 في 100، وخلي الكيوب بتاعنا ده مثلا يعني خليه 100 في 100
100 مبدئيا كده، ونبدأ نظبطه. هنصغر بيه شوية كده، وهنقول له سي، هنضغط سي عشان نحوله لإيديت بولي، تحول معانا الشكل ده. وهمسك البوليجون الأولاني ده وهقول له كنترول واسحب، وهنقول له سكيل معانا حاجة بالشكل ده. نطلع فوق شوية، وممكن نصغر كمان شوية بالشكل ده، ونقول له خد لنا كوبي برضو للجزء اللي فوق. وهنمسك البوليجون ده وده، وهنقول له اعمل لي اكسترود انر، بضغط حرف الاي يعمل لي كده. طبعا انا مختار الناحيتين، وبضغط حرف الدي، ببدأ الاكسترود وبدخل جوه يعني زي كده. كده بدأت ملامح علبة العصير تبان معايا. هبدأ بقى عايز انعمها، هقول له همسكها كده والت واروح على السبديفيجن سيرفيس، بضغط الت معاها عشان تيجي دي تشيلدرن ليها او تيجي تحتها على طول. ابص كده الاقي الدنيا طبعا ضاعت معايا، ده بسبب ان انا ما عنديش سيجمنتس كفايه. هضغط ان بي، اول ما تضغط حرف الان كده بيظهر لك طبعا الاختصارات، فهتلاقي حرف البي اللي هو الجيرد شادنج واللاينز، فانا بضغط ان بي عشان اظهر اللاينز او السيجمنتس دي. وهقف على الكيوب كده، فهروح على اللاينز واقف على الكيوب بس، وهقول له كي ال اللي هو ضيف لي سيجمنتس زياده. فهاجي هنا عند الحدود بتاعه الشكل بتاعي هنا مثلا وهنا، فالوقت لو شغلت هتبص تلاقيه مسك معاك من تحت وفوق. انا ممكن طبعا وهي شغاله كده ممكن اعمل الكلام ده، لان الخطوط الزرقاء اللي حوالين داير دي بتحدد لك الموديل الاصلي بتاعك اللي هو قبل السبديفيجن. يعني انت لو طفيه ادي الخطوط الزرقاء بتحدد لك الشكل الاصلي، فممكن اجي وهي شغاله سبديفيجن كده مفيش مشكله. وهقول له اعمل لي هنا برضو خط، واعمل لي هنا سيجمنت برضو، وهنا نفس الكلام. وهنا بقى لو انت عايزه يبقى حاد برضو هيبقى زي كده، او بلاش منه الخط ده ونشوف الدنيا. هنا برضو على حسب، يعني ممكن نخليه ماسك شوية او ممكن ننزل بيه شوية عشان يبقى فيه نعومة هنا. وفيه عندك الجوانب دي، الجانب ده والجانب ده. نضغط ان سي عشان نشوف كده من غير اللاينز، نشوف شكلها بقى عامل ازاي. ممكن نيجي هنا برضو خليت الجزء ده حاد شوية، يعني هنا مثلا لو عايز السطح ده يبقى حاد معايا شوية كده هنا وهنا نفس الكلام. ببص كده على الموديل بتاعي بلاقي الدنيا الى حد ما لطيفة جدا. طيب عايز اعمل الغطا بتاعه اللي هو ده، فهقول له اديني سلندر. طبعا انا مش عايز اعمل بروبوليان واحفر في الشكل نفسه، لان في النهاية ده غطا مقفول معايا فمش محتاج اعمل الحركة دي. خلينا نشوفه كده من الفرونت. او السايد عفوا. اقول له تعالى كده مثلا وخلي الراديوس بتاعك حاجة زي كده، وهنقول له اعمل روتيت وهضغط معاها شيفت عشان اعمل له دوران بمقدار ثابت، يعني خليه مثلا 50 كده. هقول له خليك كده والله، يعني برضه ممكن اقلل
الراديوس شوية. خلينا نرجع كده للبرسبكتيف واجي احطها في النص زي كده. هضغط ان بي عشان اظهر السيجمنتس. طبعا هنا بص، لو تاخد بالك هتلاقي ان الاكسس واخده معايا اتجاه الاوبجكت نفسه. ده عشان انا لو فعلت من هنا كده طبعا هتلاقيه دلوقتي عامل زي اعدادات البرنامج، ان الواي دايما باصص لفوق، ان الاكس باصص في العمق، ان الزي باصص على الافق. فانا بخليها كده عشان ياخد نفس اللوكال كوردينيت او الاتجاه بتاع الاوبجكت نفسه. حاجه زي السلندر كده انا محتاج اتحكم فيها في اتجاهها هي، مش اتجاه الفراغ. فهنا وسطنتها مثلا في الخط اللي في النص كده، وهقول له خلي الكابس دي او الغطا بتاعك فلت، محتاجه فلت، بس هقلل الراديوس بتاعه، يعني خليه حاجه زي كده مثلا. هقول له خليك كده، بس عايز ازود السيجمنتس اللي حوالين دايره دي من الاوبجكت هنا. هقول له عدد السيجمنتس او روتيشن سيجمنتس بدل 36 نزودهم شويه، خليهم مثلا 60. طيب انا ليه زودتهم؟ عشان المفروض ان هنا في زي حته خشنه كده، او اللي هي الحتت البارزه اللي بيتمسك منها الغطا عشان تعرف تلفه، عشان ما يبقاش منزلق يعني في ايدك. طيب انا هضغط كده حرف سي عشان احول الكلام ده برضو لإيديت بولي، وهعمل ايزوليت. انا ماسك الاوبجكت ده كده، هقول له سولو او الايزوليت، ان انت اعزل الاوبجكت ده لوحده، وهبص عليه كده من الجنب، وهمسك الكلام ده وهقول له ديليت. هبص الاقي الموديل معايا بالشكل ده. طبعا بعد ما عملت حركه زي دي هتبص تلاقي ان في عندك فيرتكس لسه طاير في الهواء. هي في الحقيقه ملهاش وجود، بس انت محتاج ان انت بعد ما بتحول الاوبجكت بتاعك لايديت بولي ان انت تختاره كله، تختار مثلا كل الفيرتكس او كل البوليجونز، ورايت كليك وتقول له اوبتمايز عشان ينظف لك الحاجات دي. طيب انا عايز امسك كل البوليجونز دي، فهقول له هنا اعمل لي لوب سيلكشن. طبعا لو ما عندكش الشورت كات هنا، وهعمل لكم ان شاء الله حلقه عن شويه تولز تسهل لكم السيلكشن وتسهل حاجات كتير في السينما 4 دي. فانت لو ما عندكش التول دي هنا، ممكن تضغط من حرف الفي كده وسيلكت وتقول له لوب سيلكشن. ساعتها هتقدر تتعلم كده تختار كل البوليجونز دي. فهقول له انا عايز اعمل بيفل. طيب البيفل بتاعنا يعني خلينا نعمل كده بيفل. طبعا هو عاملهم لك كلهم كوحده واحده، فانا هقول له لا، بريسيرف جروبس، يعني غير ما تتعاملش معاهم على انهم مجموعه. واعمل لي كده يعني ايه، خلينا نلعب في الاوفست ده شويه. خلينا نكتب كده كتابه نص كده ماشي. وخلينا نيجي عند الاكستروجن مثلا نقول له خليها 0.5 او 0.3 0.1. خلي دي 0.3 كده عشان ما يبقاش حاصل التداخل اللي شفناه من شويه. ودي خليها نص، يعني احنا عايزين حاجه تبقى لطيفه، ما تبقاش بارزه قوي، لان ده في النهايه غطا يعني. طيب انا كده عايز احط اللي هو السب ديفيجن او التنعيم. هقول له الت وسب ديفايد، هيعمل معايا بالشكل ده. ممكن اجي اعمل نفس الحركه اللي هي امسك السلندر واقول له كي ال عشان احط حدود هنا توقف معايا تاثير التنعيم. فهقول له تعالى هنا واحط لحد هنا، وحد هنا. هبص على شكل الغطا هلاقيه بقى معايا بالشكل اللطيف ده، وهقول له اقفل لي
السولو، فبقى معايا شكل الغطا كده. طيب انا عايز احط تيوب هنا اللي هي اللي بتبقى ماسكه الغطا حوالين داير، فعايز احطها في نفس المكان بتاع السلندر. بس بدل ما احط بقى التيوب واحاول اظبط مكانها زي السلندر او الكلام ده، لا انا ممكن ببساطه امسك مثلا السلندر بتاعتي او السب ديفيجن اللي في مكانها دلوقتي، وهضغط كنترول عشان ينزلها لي في نفس البوزيشن بتاع السلندر. ودي من الحاجات الجميله جدا في السينما 4 دي. فهروح هنا وهقول له اعمل لي تيوب، فابص الاقيه نزلها، بس طبعا نزلها بحجم كبير جدا، فهقول له صغر لي الكلام ده خالص كده، ويخلي لي الهايت ده مثلا 5 سنتي ولا حاجه. فبص كده الاقيها نازله في نفس المكان، وادي الهايت خليه 2. وهقول له خلي مثلا دي فيلت، والفيلت خليه حاجه بسيطه 0.1 مثلا كده. ممكن اكبر ده يعني، وانزل بيها شويه كده. ممكن دلوقتي امسك الاتنين وانزل بيهم شويه كده. طبعا لو حاسس ان هنا يعني هنا تحس ان دي اطول من دي، فانت عايز تلف الجسمين مع بعض، فممكن نمسكهم كده من غير شيفت، يعني نلفهم لفه بسيطه كده. طبعا هنا من جوه بقى انت براحتك، يعني ممكن تخليها واسعه كده. ممكن نزود عدد السيجمنتس بتاعتها، يعني بدل ما هما 36 نخليهم 50 عشان تبقى الدنيا انعم شويه. فدي بقت معانا علبه العصير بتاعتنا. خلينا نسيف بس، اقول له كنترول اس، وهنقول له اورانج جوس باك. طيب ده بالنسبه لموديل العلبه نفسها. عايزين بعد كده نعمل البرتقانه. طبعا البرتقانه سفير على طول كده. طيب هي نزلت معانا بعيد جدا، فخلينا نمسك العلبه بتاعتنا دي وكنترول عشان تنزل في نفس البوزيشن. هنقول له سفير اهي نزلت عندها، هناخدها كده. طيب انا محتاج دلوقتي ان انا اعمل الجزء اللي هو نازل شويه في البرتقانه، اللي هو مكان قطف الثمره. همسك كده البرتقانه دي، وممكن ازود عدد السيجمنتس. يعني انا عايز انزل بدي مثلا بالنقطه دي، فلو نزلت كده هتبقى الدنيا حاده، طبعا ما ينفعش. فممكن نزود عدد السيجمنتس. همسك الاتشز دي وهقول له كي ال، ويزود لي كده. وازود مثلا هنا، اضغط على علامه الزائد دي، وارجع امسك الفيرتكس دي، وانزل بيها شويه، واروح ماسك الفيرتكس دول وانزل بيهم شويه كمان. طبعا في طرق كتير عشان نعمل الحركه دي، بس احنا بنحاول يعني ايه ما ندخلش في حاجات معقده. يعني الحاجه اللي ممكن تعملها ببساطه اعملها ببساطه. يعني وهنلاقي شكلها كده. طيب انا ممكن هنا لو عايز احط اللي هي زي اللي بنقول عليها الزرة او مكان قطع الثمرة دي، ممكن نحطها مثلا حاجة زي السفير كده. انا دوست كنترول عشان تنزل في نفس المكان. هقول له خليها لي كده، وهقول له سي عشان اعرف اعمل لها سكيل في اتجاه واحد. يعني حاجة زي كده. طيب بعد كده محتاجين نعمل اللي هو النص برتقانة التانية.
ممكن ناخد نفس البرتقالة دي ناخدها كوبي كنترول ونسحب، هناخدها كده شوية نعمل لها ايزوليت، نبص لها كده وهنقول له امسك لي مثلا كل الكلام ده واعمل له ديليت، وهقول له رايت كليك وكلوز بوليجون هول، وهعلم على السطح ده عشان يقفلهولي، وزي ما اتعودنا كده هنقول له اعمل لي اوبتمايز، وهمسك البوليجون اللي فوق ده وهضغط اي عشان اعمل اكسترود انر او انست، اعمل مستوى والتاني، وبعدين ممكن التالت اعمل له كولابس، يعني اعمله كده او خليه من غير كولابس عشان ما يطلعش معانا تريانجلز، نخليه بالشكل ده. وممكن الايدج اللي معانا اللي من بره ده ننعمه شويه، خلينا نعمل له كده ورايت كليك، هنقول له اعمل لي بيفل بالشكل ده، وهنزود السبديفيجن، خلينا ده نقول له خليها 0.2 بس، يعني هيبقى حاجة زي كده. فده نص البرتقانة اللي معانا، وهقفل السولو هجيبه كده. فاضل معانا الموديل بتاع الكوباية، بس قبل ما ادخل عليه خلينا كده نص البرتقانة ده، احنا طبعا النص هنا هيبقى واخد ماتيريال غير اللي هنا، فخلينا بالمرة كده نقول له في وسيلكت وفورم بريك سيلكشن اللي استخدمناها من شوية عشان استخدم كل السطح ده كده، وهقول له سيلكت اعمل لي ست سيلكشن للكلام ده بحيث ان انا اعرف اديله الماتيريال المختلفة. طيب عندنا فاضل ايه تاني؟ فاضل الكوباية. الكوباية طبعا ممكن نعملها بكذا طريقة، بس خلينا نعمل كوباية بسيطة. نقول له اعمل لي سلندر واديلي القطر بتاعها مثلا 20 والهايت كده مثلا، ونيجي بيها كده خلينا نعمل لها ايزوليت برضو عشان نعرف نظبطها. يعني في شكل كوبايه كده انا بحبه، فممكن نزود كده السيجمنتس، وهنقول له مثلا ضيف لي، وانا ضغط على الشيفت كده هقول له البولج ده البولج افكت، وهقول له خلي السترينج تخليها كده ايه لبره كده بس، وهي هعمل يعني هقول له اختار لي بس، وهقول له سولو اوف اشوف شكلها بس في المشهد معايا هيبقى عامل ازاي. ممكن اقلل البولش شوية وازود الراديوس بتاعها شوية، حاجة زي كده مثلا، وهقول له اختار لي الاتنين دول وكونكت اوبجكتس ديليت، وبعدين هختار السطح اللي فوق ده وهقول له ديليت. فدي الكوباية معايا اهي. عايز اعمل المشروب اللي جواها، ممكن اخد نفس السلندر دي اخدها كوبي كده كنترول واسحب واصغر شوية، وهمسك الكلام اللي فوق ده وهقول له كلوز بوليجون هول، او خلينا الاول قبل ما نعمل الكلام ده نحذف منها، نحذف لنا صف زي كده عشان مش هتبقى مليانه طبعا للاخر، وبعدين هقول له كلوز بوليجون هول زي كده. وما ننساش طبعا موضوع الاوبتمايز زي ما اتفقنا. خلينا نختار دول كده مع بعض، الكوبايه والعصير اللي جواها، وهقول له سولو، خلينا نبص لهم كده من الجنب، يعني ده العصير اهو،
يعني هيبقى حاجة زي كده. خلينا نبص من التوب كده، نكبره شوية برضو. كده تمام. طيب انا ممكن الكوباية نفسها، خلينا بس نسمي دي مثلا كاب، وده ايه العصير بتاعنا جوز. طيب خلينا امسك الكاب دي وممكن اديلها ثيكنس، فهروح على سيميوليت وهقول له كلوز ويخليها كلوز سيرفيس. طبعا خليها كده، المفروض الكاب تيجي تحت الكلوز سيرفيس. هنا طبعا مفيش اي ثيكنس، ده بيديلك سمك للحاجه، يعني بيديلك لو حاجه زي كده زي الازاز او كده انت بتبقى محتاج تديلها ثيكنس. فهقول له مثلا هنا خليها 0.1 او خليها مثلا 0.5 بس يديلي ثيكنس محترم شويه. مش محتاج سب ديفيجن ولا حاجه. سب ديفيجن طبعا هيزود معاك عدد السيجمنتس، هنا احنا مش محتاجينه، فاخليها كده. طيب انا السطح ده اللي هو بتاع العصير نفسه ممكن يفضل زي ما هو، او ممكن اضيف حاجة. يعني ممكن هنا مثلا اجي وانا مختاره كده هقول له كنترول ويضيف لي والله ممكن ديسك مثلا، واقلل لي الراديوس بتاعه واطلع بيه فوق شوية. ممكن اطلع بيه فوق شوية او يبقى على نفس الحذاء عشان ما يبقاش مع عملية الماتيريال والضوء ما يبقاش فيه مشكلة. واروح اقول له مثلا اديني هنا فورميولا حاجة زي كده، ويخلي مثلا خليها سلندر. اوكي وهقول له زود لي كده السايز شوية. خلينا نزود السيجمنتس بتاعته كده عشان يبقى فيه نعومة. طبعا ده عصير يعني مش محتاجين تمويجة اكتر من كده. خلينا بس نخلي الفورميولا ده خليه مختفي كده عشان شكله غريب. وده شكل العصير معانا. نقفل السولو كده. احنا خلصنا عملية الموديلنج، ناقصنا بس ان احنا نعمل عملية توزيع العناصر زي الشكل اللي احنا كنا متخيلينه او حاطينه. علبة العصير وجنبها الكوباية والبرتقانة في الجزء ده والنص برتقانة في الجزء ده. فاحنا هنا مثلا يعني خلينا نمسك الكلام ده ونقول له Alt G، حطيناه في نول او جروب. وهنمسك برضو هنا الكوباية دي ونحطها في نول، ومعانا البرتقانة دي بالبذرة بتاعتها او بالجزء بتاعها ده نقول له Alt G برضو. عندنا هنا الريفرنس ده خلاص مش عايزينه، هنخليه هنا على جنب. يعني ده هنسميه هاف مثلا، نص برتقانة، وده اورنج، ودي الباك بتاعتنا. وده الكاب او الكوباية بتاعتنا او الكاس. هنزل هنا مثلا من الفرونت بقى اظبط الحاجات كل حاجة كده على نفس اللاين.
فعندي الحاجة بقت بالشكل ده. ممكن اضيف فلور عشان اتخيل شكلها وهي على الارض. خلينا نمسكهم كلهم كنترول A على الفلور وننزل بيهم تحت هنا على الفلور بتاعنا. مش عايز الجريد دي تظهر عندي. ممكن دلوقتي بقى ابدأ احط بس كاميرا لتسهيل الموضوع. وهروح على اوكتين. طبعا احنا هنرندر باوكتين ان شاء الله، والماتيريال بتاعتنا والاضاءه والكلام ده كله. بس خلينا نفتح اللايف فيور ويندو وهنقول له اشتغل معانا وحط لنا مبدئيا HDRI environment عشان بس نشوف شكل الحاجه بتاعتنا. هنبص نلاقي ان الدنيا الى حد كبير لطيفه. احنا لسه طبعا عملناش، ما ظبطناش يعتبر اعدادات اضاءه غير حاجات بسيطه، ولسه ما حطيناش ماتيريال ولا تكتشر ولا حاجه، بس الحاجه مبشره. بس كده يا شباب، انا مش عايز اطول عليكم. ان شاء الله الحلقه الجايه هنعمل التكتشرز او الاكسات والماتيريال بتاعت البرودكت اللي معانا، ونظبط شويه تظبيطات في الاضاءه ونضيف اللوجو ونعمل شويه حركات كده. ما تنساش لو لسه جديد معانا وعجبك المحتوى انك تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد الحلقات، وشير الحلقه مع اي حد مهتم من زمايلك. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن. تحياتي.